اليومين دول تفتح الفيسبوك تلاقيهم بياكلوا ملفوف، تفتح الانستجرام تلاقيهم رايحين ملفوف. طب انا كمان هجيب ملفوف؟ يعني هي جت عليا. كالعاده مطعم جديد لسه طالع بسرعه الصاروخ اسمه ملفوف، عامل ضجه كبيره قوي على السوشيال ميديا كلها وكل الناس بتقول لك حلو. جبت بقى منه معظم الحاجات في المنيو عشان اشوف هو حلو ولا وحش. اغبى حاجه ممكن تحصل في الحياه انك تبقى عامل ساندوتش اسمه توربيني طويل جدا، فلما تجيبهولي ديليفري تقوم قسمه نصين. يعني انا مش عارفه اقول، انا عاجزه عن التعبير. احنا هنعمل نفسنا مش واخدين بالنا انه اتقسم نصين. تمام. طيب ده اسمه التوربيني ب 175 جنيه، مكتوب عليه ايه؟ نص متر ونص كيلو. هو المفروض بيتعمل بشاورما فراخ او بالتندوري الهندي. هنيجي لقصه التندوري دي دلوقتي، بس تعالوا ندوق التوربيني. تعالوا الاول نشوفه. متضايقه قوي انه قطعه. هو فعلا طويل جدا، يعني 2 ساندوتش كبير من جامبو في بعض. 175 جنيه حاساه غالي شويتين، بس تعالوا ندوق طعمه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا شاورما فراخ سوري، الطعم السوري متعودين عليه، توم وليمون، بس في حاجه بتقرمش، فانا حاسه ان هي العيش السوري المحمر. تمام. وفي خيار مخلل طبعا. هدوق قطمه كمان عشان حاسه انه ايه، محتاج توميه او محتاج حاجه ايه تخليه يعني ايه طري شويه. ده في بطاطس محمره يا جماعه، بس القطمتين الاولانيين ما لقيتش فيها بطاطس محمره، هي قليله شويه يعني، لكن الساندوتش فيه بطاطس محمره. بس العيش نفسه محتاج ان هو ايه يتقطم اسهل من كده شويه، ومحتاج شويه توميه كمان، لكن طعم الفراخ حلو بصراحه. تعالوا نشوف بقى الشندوري. نيجي بقى للشندوري. يعني ايه شندوري؟ يعني شاورما تندوري. بيقول لك اول شاورما تندوري في مصر. لا معلش، انا دقت الشاورما التندوري او سندوتش الملفوف التندوري او السوري التندوري قبل كده. كانت في بنت سودانيه عامله تراك او عربيه في الشارع محوله الاكل الهندي لاكل شارع، فكانت عامله من ضمنها ان هي حاطه التندوري في عيش سوري، تندوري في عيش سوري. المهم يعني احنا اللي عارفين كل حاجه من قبل ما تنزل. الشندوري ب 135 جنيه. ده قصير بس مدملك اهو. واي حاجه هتيجي بعد النص متر فتحس انها قصيره، لكن هو مش صغير، هو كبير. ده مدملك قوي. ليه؟ لانه فيه كذا حاجه. الشندوري ده بقى فيه ايه؟ فيه شاورما تندوري وشيش تندوري وبطاطس وجبنه موتزاريلا، يعني ايه لخبطيط على بعضه. فانا هفتحه من النص كده عشان ايه اشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. وهالوبينو كمان. القطمه اللي انا خدتها دي فيها هالوبينو حراق جدا وبطاطس وجبنه موتزاريلا. في بقى قطع هنا من الفراخ الكبيره جدا، فهي دي اكيد الشيش. لا الساندوتش ده جامد، غني قوي وتخين ومقلبز كده، وفي مجموعه من الاطعمه مع بعض، وحراق. لازم يكون انت بتحب الحراق. طبعا طعم الفراخ التندوري اللي هي الفراخ الحمراء اللي هي بتبقى مشويه على الفحم، بس هو ناقصه طعم فحم. البطاطس مكبره الساندوتش، الجبنه الموتزاريلا مديله طعم خفيف قوي من بعيد، والهالوبينو محرقه قوي. الساندوتش ده جوسي، فانا مش عارفه اللي حاطين فيها دي توميه ولا ايه، بس هو فيه طعم توم. جامد، ده حلو، عجبني، قوي، مختلف كمان وجديد. عنده بقى حاجه اسمها بوكس عربي، والبوكس ده بيكبر لحد ما يبقى صينيه شوكت بيه تقريبا. صينيه شوكت بيه او شوكت باشا. انت بتعمل معايا كده ليه يا شوكت باشا؟ البوكس العربي ده ب 125 جنيه، والغريبه انك ما ينفعش تطلبه لحمه. طيب الشاورما العربي دي اقدر ان انا اختارها ساندوتش فراخ سوري او شاورما تندوري او شيش طاووق تندوري. هي عباره عن 5 قطع من الشاورما، الساندوتش طبعا، وعيش مقرمش وبطاطس محمره وتوميه ومخلل. حلو، 125 مش وحش يعني. تعالوا ندوق حته من النص كده من الشاورما. يا لهوي، ده انا حاسه انها فاضيه قوي، كانها كلها عيش. مره مستخدمين عيش مجلد قوي بهم كده كتير، وساندوتش تاني مستخدمين عيش حلو طري بيقطم جميل. طبعا التوربيني الكبير كان فيه كميه فراخ اكتر من دي كتير. تعالوا ندوق كده بالتوميه. ده اللي عايز يعمل رجيم عشان تفضل ساعه تنضغ في القطمه الواحده بس، عبال ما تنضغ كتير بقى تكون شبعت. تعالوا ندوقها في التوميه اللي لونها برتقاني دي.
التوميه بتاعته كريمي وطعمها جميل. التوميه الحراقه دي جميله قوي وحراقه قوي. المخلل بعد حبه صغيرين قوي. العيش ده لسه مقرمش. البطاطس لسه شكلها حلو. البطاطس هايله. بص كل حاجه هايله ما عدا العيش السوري اللي لافف بيه. لو مستخدم حاجه افرش من كده هتبقى الوجبه جامده. اخر حاجتين بقى فتة شاورما تندوري. دي فيها شاورما تندوري اللي هي الحمرا دي مع الرز والعيش والتوميه والمخلل. وهنا بقى وجبه اسمها صدور فراخ مشويه معاها رز برضو وتوميه. بس يا لهوي على الصدور دي صغننه قوي. دي مش صدور دي فتافيت فراخ. فتة شاورما تندوري ب150 وصدور دجاج مشوي ب145. ندوق الاول فتة الشاورما التندوري. طبعا ده السيخ الاحمر كده ما بيبقاش زي الشاورما العاديه يعني. طيب عيش محمص ورز احمر قوي وفراخ حمرا. معدتي هتبقى حمرا بعد الاكل ده بس طعمه حلو. بس هو مش حاطط اي صوص على الفته. هو حاطط بس ايه سبايسي توميه بره. فانا مش عارفه ليه. المفروض ان يبقى فيه اي صوص على الفته. لكن هو بصراحه الرز مليان او غرقان زيت كده او سمنه غالبا زيت يعني. والعيش الفتوش اللي تحت لسه مقرمش. طبعا تتبيله الهندي اللي هي جرام مسالة الهندي فاهمين مديه برضو ايه طعم حلو. انا هاخد بقى شويه من السبايسي دي وهضطر احطها كده على البتاع. طعمها جامد بس كفتة شاورما الطعم مش جديد قوي يعني هي شويه بس توابل زياده. حتى هم مش حاسه ان هم مكترين توابل هندي قوي. مكترين اللون الاحمر اكتر من توابل الهندي. ندوق صدور الفراخ العجيبه الصغيره دي معاها رز احمر بس وتوميه عاديه ومخلل ورغيف العيش ده. لا الفراخ ناشفه قوي. حاسه ان هي لسه ما استوتش تقريبا حاجه او استوت بزياده فنشفت. ريحتها غريبه وتتبيلتها مش قوي. بايظه دي ولا ايه؟ هي ريحتها غريبه معرفش من التوابل ولا من ايه. المهم اكتر حاجه عجبتني النهارده وممكن اجربها تاني بقلب جامد كده ساندوتش الشندوري. ده اللي عجبني قوي ودخل دماغي. بس انا رياض بطل بعد نسيت ادوق. ده زبادو بالبلو بيري فطعم جديد بالنسبه لي. مش فاكره انا دوقته قبل كده في محل تاني ولا لا. ب35 جنيه غالي. طعم البلو بيري اللي هو ايه زي الشربات كده يعني. او مش عارفه اوصفه لكم ازاي. بس هو عارفين ايس كريم البلو بيري ده طعمه بس على زبادو بقى وخفيف شويه زياده. مش قوام الزبادو التقيل بس طعمه حلو. لازم يرطب بعد الاكله الحرشه قوي. بس كده شكرا حاجه. باي باي.